يا صباح الخير يا مساء الخير، شلونكم فراشاتي وحبايبي؟ ان شاء الله تكونون بخير، واللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اليوم طبعا اليوم غير شي، اليوم يوم مختلف، اليوم يوم التنظيف، الروتين، فرش الشتوي. مثل ما تعرفون اكيد انه الشتا طب علينا والدنيا صارت باردة، الجو يعني صار بارد. انا الجو اسميه الدنيا الجو صار بارد فلازم نفرش. اوكي، فاليوم راح قبل لا افرش اسوي عمل شعبي على البيت كله، يعني ما اخلي زاوية بالبيت ما انظفها. وايضا راح نسوي لكم طريقة تخلصون من البقع العميقة اللي موجودة على الارضية او اي مكان. تمام، حتشوفون طبعا ويانا. مثل ما تعرفون اول شي بلشت بيه مثل ما تشوفون هو الصالة. طبعا الصالة هي مكان دائما احنا نقعد بيه، فعلى مود اخلي لهم مكان يقعدون بيه او يكون مكان نظيف، فسويت الصالة اول بداية لانه هو مكان الجلوس. اوكي، على مود يلقون العائلة تلقى مكان تقعد بيه. اوكي، فبلشت سعفت. اوكي، سعفت الصالة كلها ما خليت مكان ما سعفته. الباب مثل ما شفتوها عليها كمية أتربة، صار فترة أنا ما مسويتها، فأيضا سعفتها بالسعافة. وبعدها شلت ذنا الأوجه التخم. تمام، ده أنا طبعا شفتوهن ويانا شلون خليتهن، طريقة تركيبهن على التخم كل سهلة. فشلتهن لأن من بلشنا خليناهن لحد هسه احنا ما شلناهن ولا غسلناهن. اوكي، احنا محافظين عليهن على نظافتهن، بس حبيت انه اني اغسلهن على مود يتعطرن ويتنظفن زين، واي جراثيم اي فشي تروح من عندهن. اوكي، فاخذتهن على الغسالة. تمام، ماما راح تغسلهن. هنا أنا طبعا نظفت التخم دا انفضه من اي تراب، لان مثل ما تعرفون انا سعفت. اوكي، فاي تراب اي شي موجود على التخم كله نفضته. وبعد هذا الميز راح اشيل كل الاغراض اللي موجودة عليه. اوكي، لان هي ايضا ملت تراب، راح اشيلها واوديها للغسل وبعدين ارجعها، انشفها وارجعها. اوكي، طبعا ما اقول لكم انه بهذا اليوم او هذا اليوم كان يوم متعب جدا لدرجة مو طبيعية. اوكي، تعرفون يعني شنو؟ لان اني هذا الشغل اللي تشوفونه حاليا مثل ما تشوفون انا سويته بوحدي. اوكي، لان ماما كان عندها شغل ثاني سوته، فاني سويت هذا الشغل اللي تشوفونه. سويت الصالة، سويت الاستقبال، سويت الغرفة، من غير الشغلات الثانوية اللي سويتها اللي ما جبتها وياكم بالكاميرا، لان تعرفون يعني مو كل نصور الشغلات المهمة اللي تهمكم تستفادون من عندها. تمام، طبعا اللي حتستفادون منه انه شلون ترتبون او شلون تقسمون وقتكم او بمن تبلشون بالتنظيف. يعني اول شي واحد يبلش بمكان جلوس العائلة، على مود مثل ما قلت لكم العائلة تلقى مكان تقعد بيه. بعدها طبعا او بالاستقبال اذا تحبون الاستقبال، مو الصالة، الهول اللي احنا نسميه، قسم يسمونه هول احنا نسميه صالة. تقدرون تبلشون بالاستقبال ايضا. انا الاستقبال الصراحة خليته يعني بعد اخر شي، يعني بعد الصالة الغرفة سويت الاستقبال، لان الاستقبال ما حد يعني دا يقعد بيه وكذا. اوكي، واذا اجى خطار او فشي يعني ما يلقى مهوس وكذا، لان تعرفون عمل شعبي هوسة، واشيل التخم واسعف وما اعرف شنو، فخليتها اخر شي على مود يكون الوقت وقت يعني ما يجي بيه احد تمام، يعني على مغربية ما يجي بيه احد، المغرب منو يجي يعني، فخليته اخر شي يعني مغرب على الليل، بعد ماكو احد يجي اشتغل بيه براحتي. عرفتوا شلون؟ يعني هاي الفكرة من كل الشغل. اوكي، هنا طبعا مثل ما شفتوا رجعت كل شي لمكانه، رجعت الميز عدلته، رتبته، خليت الورود هنا، هاي الماسة او الطبلة او الميز خليت عليه ايضا كل غراضه. هاي علبة الشوكولات طبعا هاي ما نستخدمها احنا قليل، بس الخطار. وبعدها طبعا شفتوا ايضا مسح زين من هذا التمام يعني وهنا هاي الفراش اللي جبناه وياكم بفيديو المشتريات، تتذكرونه؟ هذا اللي فراشات فرشته وانطى شكل كلش حلو. طبعا الوانه بيها
أو مقاربة ألوان التخم، بيها لون جوزي. الرصاص أيضا مقارب أو يقعد كلش ويا لون الجوزي، عرفتوا؟ هنا طبعا هاي الغرفة نفس الشي أيضا سعفتها، مسحت الميز، خليت شغلات على التسريحة، خليتهن شغلات تستخدمهن ماما على التسريحة. هاي غرفة ماما طبعا، غرفة ماما وبابا. بعدها فرشت الفراش مثل ما تشوفون. أول شي فرشت القطعة الأولى تكون ثخينة من الفراش، وبعدين خليت فوقها هاي مثل مفرش، تمام. مفرش مو طعام، مفرش ديكور يعني، مفرش حلو، فراش يعني. اوكي، خلصت الغرفة، خلصت الصالة، وجينا وين مثل ما تشوفون للمطبخ. المطبخ طبعا نظفناه تنظيف عميق. ايش سوينا هاي المرة؟ وخرنا الكاونترات مثل ما تشوفون، وراح ننظف اللي وراهن او اللي جوا الكاونتر. طبعا احنا هاي الشغلة ما نسويها الا بين فترة وفترة، تمام. يعني فترة يعني فترة طويلة، مو طويلة كلش، وانما يعني مو فترة قريبة نسويها، لأن شغله كلش متعب. لازم يعني توخرون الكاونتر، تدنونه، وإنه ندني الكاونتر أو نسحبه من مكانه، شي كلش مرهق، تمام. لأن تعرفون إنه بيه مواعين مليان، فيكون مرهق إنه نوخره من مكانه. أوكي، فهسه سوت ماما طبعا، خلت مي حار، تمام، على هاي البقع، مي حار يغلي يعني مي مغلي. اوكي، خلتها على البقعة تركتها حوالي تقريبا 10 دقائق، وبعدين اجت خلت زاهي وبدت تدعك بيه بالفرشة، تمام. هاي فرشة مال كنس، الفرشة اليدوية، تمام. بسرعة يطلع عندكم، كلش سهل يصير. مثل ما شفتوا البقع اللي طلعت والأوساخ اللي طلعت مو طبيعية. هسه على مود طبعا نعطي لون، والبقع اللي موجودة اللي بقت آثارها، آثار البقع اللي بقت تبقى آثار طبعا مثل ما تشوفون ألوان، خلينا عليها من هذا الفلاش. هذا فلاش جدا جدا قوي، تمام. تخلون عليه مي شوية، وبعدين تخلونه على المكان اللي تريدونه. اوكي، تخلونه لمدة 10 دقائق حسب كمية أو مدى البقع اللي موجودة، مدى صعوبتها. اوكي، فخلينا مدة 10 دقائق. احنا صار الكاشي ابيض قطن مثل ما تشوفون، يعني تشوفون التغيير، الكاشي صار عبالك جديد. بعدها طبعا الكاونتر الثاني نفس الشي ايضا، وخرناه من مكانه، وبعدين سوينا اللي جواه. وهاي ما بين الكاونترات الاثنين يعني بالنص، شوفوها شلون صارت بيضة. والبقع اللي تصير يم الكاونتر، يم الثلاجة، يم الطبخ، يعني يم الحدود، هاي دائما تصير، ما اعرف ليش. يعني تاخذ لها فترة اسبوع وترجع، ما يعني ما بالرغم ان احنا دائما نغسل المطبخ، مثل ما تعرفون دائما نغسل المطبخ، وهاي المكان دائما اركز عليه، بس ما اعرف يعني ليش تصير هنا. شوفوها مثل ما دا اشر لكم، شوفوا شلون صارت بيضة، صارت بيضة تلمع. الكاونترات طبعا مساعدتهن ورتبتهن على حسب الصح تمام. صارت يخبلن، الجو صار كلش كلش حلو. حسينا بتنظيف عميق، يعني انه واحد ينظف تنظيف سطحي ما احس بالنظافة الصراحة، يعني خصوصا اني بس من انظف تنظيف عميق ومثل ما شفتوا عمل شعب، احس انه صار كل شي نظيف، عرفتوا، احس انه صدق صار تنظيف واحنا راح نفرش وشتى، فهاي الخطوة ما راح نسويها الا بعد فترة. اوكي، فمثل ما شفتوا لا تنسون حبايبي لايك للفيديو هسه طبعا راح اجيب هذا الفراش. اوكي، طبعا احنا ما اشترينا فراش جديد للمطبخ، هو نفس فراش العام او فراش السنة اللي راحت. حلو جديد، كلش جديد بعده، يعني محافظين عليه احنا، فشكله حلو، الوانه مناسبة الوان المطبخ، ففرشته. شو رأيكم؟ بس خلصنا المطبخ هنا وصار شكله مثل ما تشوفون، ترارا بس حبايبي، بعدها طبعا انتقلنا وين؟ اخر شي طبعا اللي هو شنو؟ الاستقبال. قلت لكم الاستقبال خليته اخر شي. ايضا بديت اسعف كل الاستقبال. طبعا هاي وراء الوايرات هاي الوايرات اللي تشوفوها، هاي شنو؟ هاي كاميرات اللي احنا مخليها. اوكي،
يعني مؤقتا إن شاء الله نشوفهن في الصرفة فد حال. أوكي، فبديت أسعف كل الاستقبال، وأيضا البردات أو الستائر أيضا سعفتهن، يعني نفضتهن من التراب اللي عليهن. أوكي، بعدها جبت هذا السلم أو الدرج المتنقل، هذا جبته راح أسوي المروحة. تمام، مثل ما تشوفون المروحة بيها أوساخ كلش هواية. أوكي، فراح ننظفها تنظيف زين، لأن احنا بعد ما نشغلها أصلا، طفينا كل المراوح بالبيت، صار الدنيا باردة، تغطينا بالبطانيات. منو دا يتغطى؟ أنا بالنسبة لي دا أتغطى، يعني دا أتغطى بالبطانية وما أشغل مروحة، لأن يعني الجو بارد خصوصا بالليل يصير كلش بارد. فراح انظفها واخليها تلمع وما نشغلها بعد. اوكي، وراح اجيب او عندنا هذا تغليف المراوح راح اخليه، بس اني هنا ما خليته صراحة، يعني نسيت اخليه. وبعدين طبعا من رجعت الدرج وكذا وتعبانة كلش، ما بي انه ارجع اجيب الدرج واخليه مرة ثانية، فراح اخليه بغير وقت. طبعا اني هنا بنخلص الصالة وخلصت الغرفة، قعدت شوية استراحت لأن ما قدرت الصراحة، كلش تعبت، فاستراحت شوية، أخذت فترة استراحة قصيرة مو طويلة، وكملت باقي الشغل. يعني لا تضغطون على نفسكم تشتغلون، على كيفكم ويا نفسكم ويا صحتكم، على مود ما تتعبون. أوكي، على مود ما تتمرضون. فنشتغل وبنفس الوقت نحافظ على صحتنا، ما نهلك صحتنا، لأن أهم شي هي الصحة إذا تروح ما حد يفيد ولا أحد يقدر يجيبها، لا شغل يفيدكم ولا فلوس تجيب لكم إياها، فالواحد لازم يحافظ على صحته. أوكي، بعدها هنا رشيت الاستقبال. طبعا شفتوا كل الخطوات اللي سويتها. هنا خليت ماي، خليت زاهي ويا معطر ومعقم بنفس الوقت، وغسلت الاستقبال كله. طبعا غسلته 3 مرات أو 4 مرات إلى أن صار المي اللي يطلع من الأرضية أبيض صافي، ما بي ولا ذرة تراب ولا أي لون. تمام، فطبعا أنا ما غسلت ورا التخم. ليش؟ لأن أنا قبل تقريبا 3 أيام هيجي أنا مسوية عمل شعبي على الاستقبال، يعني بس بدون تسعيف، يعني وخر التخم وغاسلته، فما احتاجيت انه اني اغسله كله واخر التخم واغسله، لا هو نظيف اصلا، الارضية نظيفة ما بيها فشي. بس قلت لكم انه اني سويت المروحة وسعفت، فلازم انه اني اغسله. اوكي، فبس طبعا هنا انا فرشته صار بهذا الشكل. شو رأيكم؟ طبعا هذا اللون فرشته بهذا، يعني لون موالم او مناسب للاستقبال، حسيته حلو صار. ما اعرف شو رأيكم. وايضا طبعا مثل ما شفتوا يعني نظفت التخم ومسحته وعطرت. طبعا عطرت بهاي المبخرة اللي بالزيت، على الزيت كلش حلوة. طبعا تعطي عطر للبيت كلش حلو ويستمر الى ان تخلص المبخرة كلها، لان هي بالمي وبالزيت، يعني مي وتخلون الزيت اللي موجود او العطر اللي موجود. بس طفيت الاضوية بالاستقبال وراح اطلع من الاستقبال. هاي الاستقبال صار جاهز. هاي الصالة مثل ما تشوفوها، خليت الميز بالوسط. تمام، ايضا صارت جاهزة وتخبل يعني، والريحة ريحة تعقيم وريحة نظافة. يعني تعرفون سامعين بريحة النظافة، ريحة نظافة، يعني تغيير حلو. ايضا صار انه فرشنا وكذا. طبعا انا مو فرشت منا ومنا يعني على الجهات، لا فقط بالوسط، لان تخم فما راح نحتاج نفرش بغير جهات. وايضا هاي غرفة مثل ما شفتوا. طبعا انا فرشت مدة من السرير على ما يضطرون انه يروحون للسرير او يمشون على الكاشي وبارد عليهم. تسريحة ايضا رتبتها. وبس حبايبي، تنسوا لايك الفيديو، اشتراك بالقناة. باي باي.